الجهاز ده سعره قل تقريبا 5000 جنيه مؤخرا، وده مخلي مواصفات الجهاز الصراحة مغرية جدا مقابل سعره الحالي. 24 جيجا بايت من الرام، معالج مصنوع بدقة تصنيع 4 نانو، ودي نفس دقة تصنيع السناب دراجون ال 8 جين 3 اللي موجود في الاس 24 الترا اللي سعره اكتر من 3 اضعاف سعر الموبايل ده. عاوز اقول لك كمان ان الجهاز ده فيه كاميرا بيرسكوبيك بتوصل لحد 120 اكس زوم، وده اصلا ما كانش موجود في اجهزة الفئة السعرية دي. ده دايما حاجة كنا بنشوفها في الاجهزة الفلاج شيب اللي سعرها اغلى من الجهاز ده بكتير. وطبعا لا يخفى عليك تصميم الجهاز المميز جدا اللي هيخلي اي حد يشوف الجهاز معاك هيقول لك يا معلم هو ايه الجهاز ده. فكفايه كلام لحد كده وخلينا نخش في مراجعه الريلمي 12 برو بلس. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نخش في المراجعه بتاعه الريلمي 12 برو بلس، خليني في الاول اقول لك لو انت اول مره تشوفني فانا محمد الخياط. رجعت اكتر من 150 جهاز موبايل خلال اخر 8 سنين حتى من قبل ما اعمل القناه دي. فاعمل اشتراك وفعل زرار الجرس عشان تتابع الفيديوهات الجديده، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو علشان بيساعد جدا. وكمان تقدر تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقي اللينكات كلها موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وما تنساش ان التفاعل بتاعك على الفيديو ده بيساعدنا ان احنا نتبرع بمبلغ اكبر لصالح اخواتنا في غزه. لو انت مش عارف الموضوع ده هتلاقي في فيديو في الديسكريبشن بيتكلم عن تفاصيل الموضوع ده. فدلوقتي بقى خلينا نتكلم عن الريلمي 12 برو بلس. ومعلش المره دي انا مش عاوز ابدا بالتصميم زي كل مره مع انه مميز قوي، ولكن عاوز ابدا بتجربه الكاميرات، لان الصراحه دي اللي فيها تركايه وفيها حاجات احنا ما كناش بنشوفها في كاميرات الفئه السعريه دي تماما. ولكن خد بالك من حاجه هنا، هو ان الجهاز ظاهريا هتحس ان فيه 4 كاميرات، ولكن الحقيقه الكاميرا اللي تحت على اليمين دي مش كاميرا، دي مجرد رسم كده لكاميرا علشان يكمل الشكل السيمتري. وريلمي عندها مبرر قوي للموضوع ده، وهو ان الكاميرا البريسكوبيك اللي هي تحت على الشمال، الكاميرا دي الضوء بيعدي فيها بالعرض من خلال منشور ثلاثي، فبالتالي الكاميرا دي بتشغل مساحه كبيره على يمين المنفذ بتاعها اللي بيدخل اضاءه، فبالتالي الكاميرا دي ممدوده لحد تحت الكاميرا المرسومه او المزيفه اللي موجوده في فريم الكاميرات. فريلمي هنا صراحه عندها مبرر واضح، لان تحت المكان ده لسه مكمله الكاميرا البريسكوبيك. ولكن ما علينا من الموضوع ده، خلينا نتكلم عن الثلاث كاميرات اللي موجودين فعلا في ظهر الجهاز. الكاميرا الاساسيه جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8، والسنسور اللي موجود في الكاميرا دي هو السوني الاي ام اكس 890، وده سنسور بينزل في اجهزه الفئه المتوسطه العليا زي الناثينج فون 2 على سبيل المثال. الكاميرا الثانيه هي الكاميرا البريسكوبيك اللي جايه بدقه 64 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.8، والسنسور اللي فيها هو سنسور من شركه اسمها اومني فيجن، ودي شركه متخصصه في صناعه السنسورات بتاعه الكاميرات. اما الكاميرا الثالثه فهي الكاميرا الالترا وايد اللي جايه بدقه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.2. وللعلم خد بالك ان الكاميرا الاساسيه اللي موجوده في الجهاز هنا والكاميرا البريسكوبيك الاثنين بيجي فيهم خاصيه الواي اس او التثبيت البصري. مبدئيا كده اول ملاحظه لاحظتها هي ان معالجه الالوان في الجهاز كويسه جدا ما بين الثلاث كاميرات، يعني مش هتحس ان في فروقات كبيره ما بين كاميرا والثانيه، لكن طبعا باختلاف السنسور التفاصيل هتلاقيها بتختلف شويه. الكاميرا الاساسيه افضلهم في الديناميك رينج بتفاصيل كويسه جدا، اما الكاميرا البريسكوبيك اقل بفرق بسيط في الديناميك رينج ولكن التفاصيل بتاعتها اكتر شويه. اما الكاميرا الثالثه الالترا وايد فهتلاقيها اقل في التفاصيل والديناميك رينج بتاعها صراحه مش زي باقي الكاميرات. بالليل الجهاز ما زال محافظ على جوده الصور بشكل كبير، وجوده الصور كمان بتتحسن شويه مع الوضع الليلي، ولكن تحس كده دايما ان الصور في الوضع الليلي بتكون افتح من اللزوم بشكل مبالغ فيه في الكاميرا الاساسيه والالترا وايد، انما الكاميرا البريسكوبيك الصراحه كانت اكثرهم توازنا مع الوضع الليلي. اما بخصوص حوار الزوم ال 120 اكس فالحقيقه هو موجود ولكن مش افضل نتيجه ممكنه. ده كده منظور الكاميرات بدايه من الكاميرا الالترا وايد لحد اكتر زوم ممكن تعمله. الموضوع لطيف، ولكن انا شايف من وجهه نظري ان اقصى زوم مقبول هو 10 اكس زوم، ولكن اكتر من كده التفاصيل بتكون صعبه شويه. اما بخصوص الكاميرا السيلفي فجاب دقه 32 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.4، والصبح الكاميرا بتقدم تفاصيل كويسه جدا، ديناميك رينج حلو ومعالجه الوان متوازنه الى حد كبير، ووضع البورتريه العزل فيه هتلاقيه رائع، وتحديد الاطراف ممتاز، واضاءه الخلفيه الصراحه مظبوطه جدا. بالليل بقى التفاصيل بتقل شويه، في نوز بتظهر ولكن مش كتير، ولكن الملحوظ ان معالجه الالوان بالليل مش افضل حاجه، ومع الوضع الليلي احيانا الموضوع بيظبط واحيانا لا. وقبل ما نخش على تجربه الفيديو على الكاميرات خلينا نتكلم شويه عن تصميم الموبايل، لان الصراحه مش قادر استنى عليه اكتر من كده. اللغه التصميميه بتاعت الجهاز ما اختلفتش كتير عن الريلمي 11 برو بلس، ولكن المره دي التصميم ده معمول بالتعاون مع
مع شركه رولكس، ودي شركه بتصنع ساعات اسعارها ب 10 و20 و30 و50 الف دولار. والحقيقه فريم الكاميرات الصراحه معمول فيه شغل جامد. اولا الجزء الذهبي اللي حوالين فريم الكاميرات من بره اللي هتلاقي فيه خطوط كتيره، وكمان الارضيه بتاعه فريم الكاميرات اللي هتلاقي برده فيها خطوط بتظهر مع انعكاس مصدر الاضاءه، والخطوط بادئه من النص وماشيه بالعرض لحد الحافه بتاعه فريم الكاميرات. وحقيقه لما تبص على المظهر العام لفريم الكاميرات وتبص على الساعات بتاعه رولكس هتلاقي ان فعلا في تشابه ما بين الاثنين. حتى الظهر بتاع الجهاز هتلاقيه مازال بين الجلد، والملمس بتاعه المره دي مخملي اكتر، وكمان في نص الظهر هتلاقي فيه زي خط شفاف وتحته كده تدرجات او اهرامات صغيره معموله باللون الذهبي، شكلها الصراحه شيك جدا، واللون الذهبي بتاعها ماشي مع الفريم بتاع الجهاز واللي مصنوع من البلاستيك، ولكن الصراحه مش باين عليه الحته دي. وبالمناسبه الفريم بتاع الجهاز هتلاقي فيه كل المنافذ المعتاده، ولكن الصراحه بيفتقد لمنفذ 3.5 مللي من زمان، ولكن برضو الفريم هتلاقي فيه منفذ السماعات الاستيريو اللي تحت واللي فوق، واللي صوتها كان عالي وواضح، ولكن كنت اتمنى ان البيز بتاعه يكون اعلى من كده شويه. اما بخصوص الشاشه اللي موجوده في الجهاز فدي نفس الشاشه اللي موجوده في ال11 برو بلس بالظبط وبالملي. الشاشه ايموليد بدقه فول اتش دي بلس وبحجم 6.7 بوصه وبريفريش ريت 120 هرتز. وطبعا الشاشه هنا ما زالت بتدعم دقه الوان 10 بت وبتعرض لحد مليار لون، واكيد الشاشه ما زالت مكمله بالايدج البسيط اللي موجود على الحواف اللي بيحسسك ان الموبايل ده في فئه سعريه اعلى من الفئه السعريه بتاعته. حتى البصمه اللي موجوده في الشاشه هتلاقي التجربه بتاعتها كويسه جدا وسريعه. اجمالا تجربه الشاشه هنا مميزه جدا ما عدا تحفظ صغير على السطوع بتاعها. الشاشه دي بتوصل لسطوع 950 نت او شمعه، وده مناسب جدا ان انت تستخدمها بره البيت في الاضاءه القويه، ولكن الصراحه في اجهزه في الفئه السعريه دي بتوصل لسطوع اعلى من كده، فانا كنت اتمنى ان الجهاز ده يبقى معاهم في نفس مستوى السطوع اللي باقي الاجهزه الثانيه بتقدمه. ولكن الحاجه اللي احب احيي ريلمي عليها مليون مره هي اختيار المعالج اللي موجود في الموبايل ده. المعالج هو السناب دراجون 7 اس جين 2، وخد بالك بقول 7 اس جين 2 مش 7 جين 2 عشان دول معالجين مختلفين تماما. المعالج ده دقه تصنيعه 4 نانو زي السناب دراجون ال 8 جين 3 المستخدم في الاس 24 الترا زي ما قلت، فالدقه بتاعت التصنيع هنا الصراحه مميزه جدا. كمان الجهاز بيجي مع 12 جيجا بايت رام من نوع ال بي دي ار 4 اكس، وبتقدر تستخدم الذاكره الداخليه في ان انت تزود 12 جيجا رام كمان، فبيبقى اجمالا توتال الرام اللي في الجهاز 24. وعلى ذكر سيره الذاكره الداخليه فالذاكره الداخليه هنا 512 جيجا اللي جايه من نوع يو اف اس 3.1، ودي ذاكره داخليه سريعه جدا فبتساعد ان اداء الجهاز يكون سلس بشكل كبير. المعالج ده اداؤه احسن شويه من الدايمنستي 7050 اللي كان موجود في الريلمي ال11 برو بلس، ولكن خد بالك ان المعالج ده دقه تصنيع 4 نانو مقابل ال 6 نانو مع الميديا تك، فبالتالي المعالج ده هيقدر يديك اداء احسن مقابل استهلاك طاقه اقل، فدي صراحه نقطه تحسب لصالح الجهاز. تجربه الاداء اليومي على الجهاز كانت لذيذه جدا وما عنديش عليها اي تحفظات، والالعاب الصراحه فاجئتني بالتجربه الرائعه بتاعتها. الجهاز شغال ببجي على جرافيكس اتش دي ار وعلى اكستريم فريم ريت، وكمان كول اوف ديوتي اشتغلت على اعلى جرافيكس واعلى فريم ريت متاحين، وتجربه اللعب كانت سلسه جدا بدون حراره تذكر. ويمكن ده اللي هيخليك تسال طيب البطاريه في الجهاز اخبارها ايه؟ البطاريه اللي موجوده هنا جايه بحجم 5000 ملي امبير، والبطاريه دي هتقعد معاك في معدل 8 ساعات من وقت عمل الشاشه، وممكن تفضل معاك لحد يومين استخدام لو انت استخدامك خفيف. والمميز كمان ان الجهاز ده بيدعم سرعه شحن 67 واط، والشاحن جاي معاه في العلبه ويقدر يشحنك الجهاز بشكل كامل تقريبا في حدود ال 45 دقيقه. اما بخصوص موضوع الشبكات فهنا الصراحه مش محتاج اتكلم كتير. الجهاز هنا بياخد خطين ولكن مش بياخد كارت ميموري، لان انت صراحه هنا عندك 512 جيجا فصعب ان انت تحتاج موضوع كارت الميموري ده. ولكن على اي حال صوت سماعه المكالمات كان عالي جدا وواضح، وكمان الجهاز فيه مستشعر تقارب حقيقي، وكمان فيه منفذ لميكروفون عزل الضوضاء، فتجربه المكالمات في الجهاز هنا اجمالا تجربه فعلا محترمه لاقصى حد. خلينا بقى نرجع للكاميرات ونتكلم عن تجربه تصوير الفيديو. الكاميرا الاساسيه بتصور 4K 30 فريم في الثانيه، والصراحه الصبح الفيديو بيكون كويس جدا كتفاصيل وديناميك رينج، وبالليل ما زال الموضوع كويس بشكل كبير، ولكن الاو اي اس مش بيظهر في الكاميرا قوي، ولو شغلت وضع الاستدي مود لازم تقلل دقه الفيديو ل 1080. اما الكاميرا البريسكوبيك فبتصور بنفس الدقه، وتجربتها في الاضاءه قويه مقاربه جدا للكاميرا الاساسيه، وبالليل الصراحه التفاصيل بتكون اقل شويه. ولكن اللي لاحظته مع الكاميرا دي ان وانت بتتحرك بتحس دايما ان في تقطيعات كده اهو غريبه بتحصل، في الاغلب سببها ان الاو اي اس في الكاميرا دي مش مظبوط، فاتمنى ان ريلمي تنزل ابديت تصلح المشكله دي. اما الكاميرا الالترا وايد فبتصور 1080 30 فريم في الثانيه، ويمكن الصبح الدنيا تبقى مقبوله، التفاصيل اي نعم قليله والديناميك رينج متواضع، ولكن بالليل الصراحه الفيديو بتاع الكاميرا الالترا وايد مش حلو، النويز هتلاقيها ظاهره جدا والتفاصيل اقل ما يمكن. اما بخصوص تجربه الفيديو على الكاميرا السيلفي فخلينا نشوف مع بعض. الكاميرا برضو بتصور 1080 30 فريم في الثانيه، الديناميك رينج الصراحه
كويس، يعني السماء كويسه، الدنيا لطيفه، فزي ما قلت 1080 30 فريم في الثانيه، وبالليل الى حد ما الكواليتي مقبوله. الميزه الحلوه كمان في الموبايل ده ان انت تقدر تصور عليه بالكاميرات الاماميه والخلفيه مع بعض في نفس الوقت، فدي كده تجربه سريعه لوضع الدول فيديو على الموبايل. خليني اقول لك من الاخر ان الجهاز ده تجربته فرقت بشكل ملحوظ عن الاصدار اللي فات منه. هتقول لي ازاي خياط؟ الجهاز ده 50 ميجا بكسل والاصدار اللي فات منه كان 200 ميجا بكسل. هرد واقول لك ببساطه الموضوع مش بعدد الميجا بكسل اطلاقا، ده غير كمان ان الجهاز ده فيه كاميرا بيروسكوبيك ما كانتش موجوده اصلا مع الاصدار اللي فات منه. طبعا ده غير ان اختيار المعالج في الموبايل هنا كان اختيار ممتاز. وعاوز اقول لك كمان ان الموبايل ده بيدعم مقاومه الميه والغبار بمعيار IP65، وده برده ما كانش موجود في الاصدار اللي فات من نفس الجهاز. ومش عاوزك تفهمني غلط، الجهاز ده مش جهاز كامل، ما زال فيه عيوب، وخليني اقول لك عليها. اول عيب هو اداء الكاميرا الالترا وايد، الصراحه ما كانش قد التوقعات اطلاقا، وكمان عدم وجود منفذ لكارت الميموري، ده غير ان الشحن اللي فيه ابطا من الاصدار اللي فات. الاصدار اللي فات كان 100 واط، ده 67، واللي فارق ان الجهاز ده بياخد تقريبا 10 دقائق زياده، مش فرق رهيب يعني. فاجمالا ان الجهاز ما زال فيه عيوب، ولكن العيوب دي مقابل باقي المميزات والتطورات اللي حصلت في الجهاز تخليك ما عندكش مشكله ان انت تضحي بالعيوب دي مقابل المميزات التانيه اللي هتاخدها واللي هتقدم لك تجربه احسن بكتير. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو ده. طبعا لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.